ليه بقيت مطفي؟ سؤال بتسأله لنفسك لما تبص في المراية. حاسس بخنقة وضيقة كده في قلبك من غير أي سبب. ضحكتك طالعة بالعافية، وكمان ما عندكش شغف لأي حاجة، مع ان حياتك ماشية تمام. يعني مفيش مشكلة تستدعي انك انت تكون في الحالة اللي انت فيها دي دلوقتي. لو الاحساس ده تعبك وجواك ومش فاهم ايه السبب اللي مخليك كده، فالفيديو ده لازم تتفرج عليه حالا، لان الاحساس ده مش مجرد مود وحش ومع الوقت هيروح. في الطب النفسي بنسمي حالتك دي فقدان الشغف، لكن من 700 سنة الامام الجليل ابن القيم صاحب كتاب الداء والدواء شخص حالتك اللي انت فيها دي تشخيص أدق وأصح وأعمق بكتير، وسماها ضلمة القلب أو وحشة القلب، وشرح إزاي العادة السيئة اللي أنت مدمنها أو لما بتيجي تعمل الذنب إزاي بيشتغل كأنه مادة كيميائية في مخك بيطفي النور اللي في قلبك، وممكن يوصلك لمراحل حادة من الاكتئاب. في ال10 دقايق الجايين دول حالا أنا هقول لك إزاي الضلمة دي بتتكون جوه قلبك، والأهم هقول لك إزاي تغسل وتنظف قلبك من الضلمة والسواد الموجود فيه عشان ترجع تنور من تاني وترجع تعرف تكمل تعيش حياتك بقى وانت مرتاح. كتير مننا بنمر بحالة حزن وخنقة واكتئاب وفقدان شغف من غير اي سبب. المشكلة بقى ان احنا بنعالج ضلمة القلب دي غلط. بنعالجها اننا نخرج، نسافر، نروح ناكل، بنعمل كده علشان يرجع لنا الشغف تاني، بنعمل كده عشان الضيقة والخنقة اللي موجودة قلبنا دي تروح وقلبنا يرجع ينور من تاني. لكن النتيجة بنفرح شوية، انا معاك ان احنا بنفرح شوية ونتبسط شوية، بس النتيجة دايما بتكون واحدة، متعة لحظية. بنفرح ونتبسط شوية يعني ساعتها يعني واحنا بنعمل كده، وبعدين بنرجع أسوأ من الأول، يمكن أكتر كمان. طب ليه كده؟ لأن احنا بنعالج العرض مش بنعالج أصل المرض، أصل المشكلة اللي عندنا. وده اللي ابن القيم قاله لما حط إيده على الجرح وبيقول لك: وإن للمعصية ظلمة يجدها العاصي في قلبه ويحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم. عاوزك تركز لي لما قالك يحس بها، دي حقيقة، الموضوع مش تشبيه وخلاص، لا انت فعلا حاسس بتقل وخنقة كده وكاتمة جواك، كأن فعلا في ضلمة جوا قلبك. خد بالك في علم النفس الأعراض دي بتتصنف من الأعراض الاكتئاب الجزئي ومن الاكتئاب الروحاني. يعني تكون عايش وبتاكل وبتشرب بس فاقد كده الطعم، حاسس ان كده مش حاسس اللي انت بتعمله. والسبب ايه؟ السبب ان العدسه اللي هي قلبك اللي بتشوف بيها الدنيا اتعكرت خلاص. ابن القيم عاوز يفهمك ان الذنب مش مجرد حاجه حرام لو عملتها الملائكه بتكتبها لك وبتكتبها عليك، لا، الذنب ليه اثر نفسي على قلبك زي بالظبط السم لما بيدخل الجسم. وعشان تفهم اكتر ايه اللي بيحصل بالظبط جوه قلبك لما بتعمل عاده سيئه ولما بتعمل الذنب، تخيل معايا ان قلبك بالظبط عامل زي أوضة إزاز منورة أو عدسة نظارة نظيفة جدا جدا. ووظيفة العدسة دي هي اللي بتخليك تشوف الدنيا، تفسر أي حاجة بتحصل لك، تشوف الدنيا حلوة، تشوف رحمة ربنا في كل حاجة بتحصل لك في حياتك، وتعكس لك نور ربنا عليك بالسكينة وبالراحة على قلبك. فإحنا كبشر غصب عننا بنغلط، فأنت كل ذنب تعمله سواء كانت نظرة حرام أو علاقة سامة أو أكل حرام، زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت إني قلت لك إن مش لازم الأكل الحرام يكون فلوس الحرام، لا، في حاجات كتيرة قوي انت ممكن تكون بتعملها بتدخل تحت اكل الحرام. فلما انت بتعمل بقى المعصية او الذنب ده عامل زي ما تكون بالظبط جبت بوهية سودة جدا ورشتها ودهنتها على العدسة دي، فذنب ورا ذنب ورا ذنب العدسة هتسود تماما، قلبك خلاص ضلم بقى اسود. على فكرة علماء النفس لما سمعوا الكلام اللي بيتقال ده عملوا فعلا تجارب على الكلام ده، ولقوا حاجة غريبة جدا، لقوا ان مستقبلات السعادة الموجودة في مخك اللي هي هرمونات السعادة اللي موجودة في مخك المسؤولة ان هي تخليك شخص سعيد وحاسس بالراحة، بتحصل ليها خلل وبتموت من كتر الضغط عليها بالذنوب والمعاصي. وابسط مثال على كده زي الادمان. فابن القيم وصف لك الحالة دي بعبقرية جدا وقال لك: فتصير ظلمة المعصية لقلبه كظلمة الحسية لبصره. على فكرة لو مش مصدق كلام علماء النفس مش لازم تصدق، كفاية ان سيدك وسيدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده من 1400 سنة لما قال لك في حديث شريف: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء.
يعني انت بتكون عامل زي ما انت تيجي تغمض عينيك كده وماشي، فتخبط في كل حاجه، تخبط في الحيطان، تخبط في اي حاجه انت ماشي جنبها. اهو صاحب بقى القلب المضل من كتر الذنوب ومن كتر العادات السيئه بيخبط في كل حاجه، بيخبط في قراراته، بيخبط في علاقاته، بيخبط في مستقبله، يلاقي اختياراته كلها غلط، لان ببساطه هو خلاص ما بقاش شايف العدسه، قلبه خلاص ضلم. بس خد بالك الضلمه دي ليها اعراض جانبيه تانية اخطر بكتير من الحزن والاكتئاب، حاجه ابن القيم حذرنا منها، ودي اللي بتفسر ليه المدمنين بينتكسوا بسرعه وبيرجعوا للادمان. قال ان الضلمه دي لما بتزيد بتعمل حاجه كده اسمها عمى عن القبيح. يعني انت في الاول لما كنت بتعمل الذنب كنت بتحس كده بتأنيب ضمير، ليه؟ لأن لسه جوه قلبك شوية نور، فلما الضلمة دي بتزيد وتتمكن منك وتملى قلبك كده، فتبتدي عيون قلبك إن هي تتعمي خالص، تبتدي أصلا تشوف إن الغلط مش غلط أصلا، لا بالعكس، ده أنت ممكن تشوفه إن دي حاجة مفيدة ليك، حاجة بتريحك وتدافع عنك وتبرر الغلط اللي أنت بتعمله ده، وتشوف الناس معقدة ومش فاهمة أصلا. وعلى فكرة هو ده بجد اللي بيحصل، تلاقي ناس بيعملوا عادة وحشة، عادة سيئة جدا، وتلاقيهم بيبرروا الغلط اللي هم بيعملوه ده. والحالة دي بنسميها في علم النفس الإنكار التام، اللي ابن القيم سماها انتكاس القلب. لكن بشوف أكتر الحالة دي كل يوم في الشباب اللي هم بيحاولوا إن هم يتعافوا من الإباحيات والعادة السرية ومن المخدرات. دايما على فكرة بيكون شايفين إن مفيش أي حاجة بسطاهم، يجي مثلا ياكل أو يجي يعمل أي حاجة فما بيحسش بالمتعة، أو يجي مثلا ينجح في حاجة ما يحسش إن النجاح ملوش طعم خالص. وده بالظبط لأن زي ما قلت لك في الأول إن هرمونات الدوبامين، هرمونات السعادة، عندهم حصل ليها خلل. ويقول لك ابن القيم في كتاب الداء والدواء: فإن الطاعة نور وإن المعصية ظلمة. الذنوب بتعمل لك حاجة اسمها كده تبلد مشاعر، بتخليك كده تفقد حاسة التذوق في أي حاجة تعملها. يعني مثلا تكون أنت بتعمل حاجة مثلا إيه بتحبها، وانت بتعملها ما تحسش بالمتعه، ما بتتبسطش وانت بتعملها. تكون مثلا خارج مع اصحابك خروجه حلوه ما تتبسطش خالص. فانت المشاعر بتخليك انك انت ولا بتعرف تفرح ولا بتعرف كمان تخشع وانت بتصلي، فبتكون عايش زي الروبوت. وخد بالك من اعراض ضلمه القلب دي بتعملك حاجه غريبه جدا، بتعملك حاجه اسمها القلق المرضي. يعني بتخليك تكون خايف من غير اي سبب، قلقان من اي حاجه، قلقان من بكره، قلقان من الناس، قلقان من الموت، خايف من الفقر، خايف من اي حاجه من غير اي سبب. هو ده بالملي اللي بيقوله لك ابن القيم عن اثار الذنوب في كتاب الداء والدواء: يجد وحشه بينه وبين الله وبينه وبين الناس. في علم النفس عندنا الضلمه بتساوي الخوف، وده اللي بيفسر لنا لما احنا صغيرين ليه بنخاف لما النور يقطع، او ليه بنخاف من الضلمه. احنا مش بنخاف ان في حاجه تطلع لنا، لا احنا بس بنخاف عشان احنا ما بنكونش شايفين. او الذنب بقى بيعمل معاك كده بالظبط، الذنب بيعمل غشاوه على بصيرتك، حرفيا بيخليك انك انت ما تشوفش ابدا رحمه ربنا في اي حاجه بتحصل لك، بيخليك انك انت ما بتشوفش خالص لطف ربنا معاك، ما بتشوفش خالص ازاي ربنا بيدبر لك امورك بلطف وبرحمه، فعلى طول بتحس انك انت دايما لوحدك وفي غابه. طبعا هتلاقيك دلوقتي بتقول لنفسك: خلاص يا عموره انا حاسس فعلا بالضلمه دي، ودي اللي مخلياني ان انا مخنوق طول الوقت، ما عنديش شغف لاي حاجه اعملها. ازاي بقى اغسل قلبي وازاي انظف قلبي من اثار الذنوب والعادات السيئه اللي انا بعملها، اللي مخليه قلبي ضلمه ومخليه قلبي عليه سواد كتير؟ بقول لك على خبر حلو، النور اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه جوه قلبك لسه موجود، لكن مستني منك بس انك انت تيجي تمسح السواد اللي عليه. ازاي بقى تنظف قلبك وتغسل قلبك من اثار الذنوب والعادات السيئه اللي انت بتعملها دي عشان ترجع تنور من تاني؟ هقول لك على 3 خطوات التعافي النهارده من كتاب الداء والدواء. اول خطوه الاستغفار. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ان الذنب بيعمل صدى في قلبك، كل لما انت بتعمل ذنب الذنب ده بيحط نقطه سودة كده جوه قلبك. لكن حلها ايه بقى عشان تمسح السواد ده؟ سيدنا محمد قال لك الاستغفار: ان العبد اذا اخطأ خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. وجه في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وعلى فكرة العباس ده يبقى عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبيقول لك: إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ابن القيم يجي يقول لك إن الحسنة بتشيل وبتمحي خالص الذنب، واستشهد بكلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات
فدي قاعده روحيه ونفسيه خدها طول الوقت، ان النور اللي هو يعني اي حسنه تعملها او الاستغفار بيمحي وبيشيل الضلمه والسواد اللي جوه قلبك اللي هي بسببها الذنوب والعادات السيئه. فانا عاوزك تعمل معايا كده التجربه دي النهارده. لو حسيت النهارده انك انت عكيت عملت ذنب سودت قلبك، ما تقعدش ساكت وتقعد بقى تجلد في ذاتك وتقعد تقول لنفسك كلام وحش وتكتئب، لا، قوم على طول دلوقتي حالا، قوم حالا بعدها قوم اتوضى وتعالى صلي لك ركعتين بنيه انك انت تغسل وبتنظف قلبك، واسجد سجده طويله وقول لربنا انا اسف، انا غلطان، سامحني. وانت بتسجد تتخيل ان السواد اللي موجود جوه قلبك اللي انت عملتها بسبب الذنوب دي بتنزل على الارض وبتتمسح من قلبك. من الحسنات اللي انت ممكن تعملها عشان تنور قلبك، بقول كلمه حلوه، ارضي ابوك وامك، او حط اكل لقطه او لكلب في الشارع. صدقني والله اول لما هتعمل كده هتحس بفرق حالا، هتحس ان كده قلبك نضف، هتحس كده براحه وسكينه جوه قلبك غريبه جدا كده ومريحه قوي. انت عارف ايه السر؟ السر في السرعه، انك انت ما استنيتش بعد الذنب، لا، عود نفسك انك انت تنظف اول باول، ما تستناش البقع تنشف. تاني خطوه تعملها ابن القيم بيقول لك ان الحسنه نور في قلبك، فلو عملت عاده سيئه او عملت ذنب بعديها على طول قوم اعمل اي حسنه، صدقه تطلعها لله او ركعتين توبه او جبر خاطر او ذكر او اي حسنه بقى تعملها. خليك دايما فاكر ان الحسنه بتشيل كل البقع السوداء الموجوده جوه قلبك. اخر خطوه تعافي وهي التوبة النصوحة. اقطع علاقتك بأي حاجة بتضلم قلبك، اقفل على المصدر اللي بيضلم قلبك. علاقة اعمل بلوك، موقع إباحي اقفله أو امسح الموقع ده، شلة صحاب ابعد عنهم خالص، عادة سيئة ما تعرضش نفسك لأي بيئة ترجعك انك انت تعمل العادة دي تاني. جرب بس لمدة أسبوع انك انت تقفل أي مصدر لسواد لقلبك، وشوف شخصيتك ونفسيتك ازاي فرقوا 180 درجة. فالخلاصة يا صاحبي اللي بقولها لك ان الانطفاء وفقدان الشغف اللي جواك ده مش طبعك، ده مش انت، ده تراب اتراكم على قلبك، ومسحة بسيطة منك كفيلة ان هي ترجعك تنور من تاني وتلمع من تاني. بس استنى، اوعى تفتكر ان الذنب بيأثر بس على قلبك وعلى نفسيتك بس، لا، ده ابن القيم بيقول خد بالك الذنب برضو بيأثر على وشك وعلى جسمك وعلى قبول الناس ليك ومحبة الناس ليك. وده اللي يخليك تسأل نفسك دلوقتي ازاي الذنب ممكن ان هو يخلي وشك مضلم مش منور مطفي كده وجسمك مهدود وما فاكش اي صحة. هو ده موضوع حلقتنا التاسعة اللي جاية بكرة، اثر الذنب على الوجه وعلى البدن. حلقتنا الجايه هتكشف لك اسرار عن الامراض النفسيه والجسديه من منظور ابن القيم. وعلى فكره ده موضوع غريب جدا ومثير جدا للاهتمام والفضول، يعني ان ازاي حالتك النفسيه وحالتك الروحيه بتترسم على ملامح وشك وبتترسم على جسمك. هو ده بالظبط اللي انت هتسمعه الحلقه الجايه التاسعه من سلسله رحله التعافي كتاب الداء والدواء. قبل ما تمشي عاوز اسالك سؤال وترد عليه بصراحه وبامانه قدام ربنا، ايه اكتر حاجه بسيطه لما بتعملها بتحس ان قلبك نور من تاني؟ قول في الكومنتات وانا هقرا كومنت وهرد عليه. وزي ما انت عارف طبعا انا عموره ثيرابي كوتش، ودي سلسله رحله التعافي من كتاب الداء والدواء. اشوفكم يا رب بكره على خير.